انا لو شركتي جديده ازاي اقدمها للكاستمر؟ كنت عامل فيديو قبل كده وكنت بتكلم فيه عن الابروتش، ازاي تقدم نفسك للكاستمر. وفكره الابروتش قايمه على اني ما ينفعش ان انا ابدا كلامي بالكلام عن البرودكت. يعني السلام عليكم، انا شريف السواح جاي اكلمك عن برودكت كذا. طب وفين الشركه؟ لان اتفقنا ان الكول الوقت اللي بتقضيه مع الكاستمر ده بتقسمه 3 تلت بتتكلم فيه عن الابروتش وتبيع شركتك او تبيع نفسك او تعمل ايس بريك مع الكاستمر، وجزء تاني بتبيع فيه البرودكت فيتشرز وبنفيت وكلام عن المنتج واقناعه، ولو ظهر اي اعتراض من العميل بتتعامل معاه وتهندله، وجزء بتعمل فيه كلوز او كوميتمنت. طيب جزء الابروتش ده بقى السؤال الحلو اللي جالي، انا لو شركتي جديده ازاي اقدمها للكاستمر؟ ولا عشان جديده فادخل في البرودكت على طول ما اتكلمش عنها؟ بصي، اولا هو سؤال حلو هحييك عليه. ثانيا تعالي نشوف الابروتش او الكامباني ابروتش. هو احنا اصلا لما بنيجي نقدم شركتنا للكاستمر ايه نوعيه المعلومات اللي انا عايز اوصلها للكاستمر؟ هو الهدف من الابروتش مش ان انت تعمل بوزيشننج لشركتك في دماغه وفي حته عاليه. يعني لو شركتك دي شركه محترمه وفيها الراجل ما يصنفكش على انك شركه قليله ويبقى مش حابب ان هو يتعامل معاك. طب ايه نوعيه المعلومات دي؟ اولا ممكن تتكلم عن عدد سنين خبره، بقالنا 20 سنه في السوق، ده اوبشن مش موجود عندك. ايه طيب ممكن تتكلمي عن استراتيجي الشركه، ممكن تتكلمي عن المان باور اللي في الشركه، ممكن تتكلمي عن قسم بعينه او طريقه معينه بتشتغلي بيها. اديك امثله على كده. يعني انت مثلا لو هنتكلم عن الاستراتيجي، لو قلتي احنا من الشركات اللي بتهتم جدا بالافكتيف بارتنرشيب بينا، فعلشان كده بنعمل لك 1 و2 و3، ده مالهاش علاقه خالص الشركه قديمه ولا جديده. لو قلت مثلا عايز تتكلم عن الكواليتي والانوفيتيف برودكت، لو قلت ان احنا عندنا R&D متخصص بيبحث وبيدور علشان يلمس المشكله بشكل مظبوط ويقدر يطور البرودكتس الموجوده عشان يقدم لك انوفيتيف برودكت قوي انت محتاجه. لو اتكلمتي عن عدد الفروع وقلت احنا شركه عندنا فروع بتغطي مصر بالكامل، رغم ان انا فاتح جديد فاتح امبارح، بس انا عامل عدد فروع كبيره، فممكن تلاقي حاجات كتيره جدا تقدم بيها شركتك. وعلى فكره ده واحد يا جماعه من اهم المواضيع، لاني ممكن يكون عندك شركه كبيره مش قادره تبيع نفسها للناس، وشركه صغيره متر في متر والله، ويقدر يقول لك احنا طموحين جدا، احنا عايزين نليد المينا ريجن، احنا عايزين نعمل افكتيف بارتنرشيب معاك، احنا عندنا انوفيتيف برودكت، احنا عندنا R&D، احنا عندنا بنكفر مصر بالكامل، احنا عندنا بوست سيلز سيرفيسز قويه جدا جدا من اقوى الاقسام، احنا عندنا كاستمر سيرفيس علشان يخدمك، احنا عندنا. فسؤالك حلو قوي ومهم، نوعيه المعلومات والسكريبت اللي احنا هنحفظه كسيلز تيم علشان يبقى في ايدينا اوبشن اسمه كامباني ابروتش استعمله وقت ما احتاجه، خصوصا لو بنشتغل في مجال البي تو بي، لان عاده البي تو سي مش هنحتاج الكامباني ابروتش قوي في بعض المواقف بس، لكن لما يكون بي تو بي بزنس تو بزنس، شركه راح تبيع لشركه، عنوانك يا باشا مع الايس بريك اللي بتعمله مع انواع الابروتشز. انا قلت قبل كده في فيديوهات في 10 انواع من الابروتشز تقدر تقدم بيهم نفسك للكاستمر، منهم النوع ده اللي هو الكامبين ابروتش. اهتم بيه جدا واكتب سكريبت قوي يحسس الكاستمر بانك شركه تقيله وبادئه بروفيشنال. ممكن تقول له على الرغم ان احنا شركه جديده لكن احنا عندنا بروسيس عاليه جدا او ستاندر عالي جدا في كل البروسيس بتاعتنا، ستارتنج من البرودكشن المحترم، الكواليتي المحترمه، الانوفيتيف برودكت اللي هتلاقي مختلفه عن الاذرز. فلازم نعمل كامبين ابروتش في بعض المواقف علشان نبيع شركتنا ونقدمها للكاستمر، لان القاعده بتقول سيل كامباني بيفور برودكت. لو الكاستمر اشترى شركتك بالطبيعي ان هو يشتري بعد كده البرودكت منك بسهوله. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.